الحاجه ام 10 جنيه اقسم بالله لا هتبقى ب 100 جنيه وكتاب الله ويحاسبني ربي. الحاجه اللي انت مستغلاها ب 10 جنيه هتبقى ب 100 جنيه وما هتقدر تفتح بقك وهتبقى زي الخروف وهتشتريها بال 100 جنيه. في زياده في زياده في الاسعار. وبعدين انا هقول لك على حاجه غلط اهي عشان لا تفكر ان انا طالع اطبل. اصل الفرح ما هوش ناقص مطبلاتيه. الفرح مش ناقص مطبلاتيه، في ناس كتير بتطبل وانتوا كلكم ما بعتوش تتفرجوا عليهم، ما هو بيطبلوا خلاص، ما تقولوا ان هم كده الصح. لا، ده هم اثروا على النظام السياسي وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتر من انهم خدموه. دول هم ما قدموش خدمه للرئيس السيسي، ده هم كانوا عبء على الرئيس السيسي بالتطبيل بتاعهم ده. وكله بعد عن الميديا كله بعد عن الاعلام وعن التلفزيون. لا يا عم ده كله بيطبل. ايوه كلامكم صح، كله بيطبل وانا طالع وعارف ان كله بيطبل. ولو كنت طالع اطبل كان زماني قلت يعني هو الفرح ناقص مطبلاتيه، ما البركه في اللي بيطبلوا. انما انا مش طالع اطبل، انا طالع اقول كلمه حق، طالع اقول كلمه حق. كويس؟ وشوفوا بقى، اقسم على هذا المصحف واحنا في رمضان، اقسم بهذا الكتاب كتاب الله المصحف الشريف، حضراتكم لو ما سمعتوش كلامي وصدقتوه وامنتوا بيه وعملتوه لا هتشوفوا اسود ايام حياتكم. انتوا دلوقتي بتعملوا الاتي، صح؟ هقول لكم بتعملوا ايه. انتوا دلوقتي عمالين تصوتوا علشان كل السلع اسعارها ارتفعت وفي زيادات، مظبوط؟ وحياة كتاب الله لو واحد فيكم نزل الشارع لما هتلاقوا السلع اصلا، يعني السلع اللي انتوا بتقولوا عليها غاليه مش هتبقى موجوده من اساسه. وحياة كتاب الله لا ده اللي هيحصل. وحياة كتاب الله العلي المجيد لا ده اللي هيحصل. واقول لكم كمان بعد ما فيش 4 سنين، 3 سنين ستملك بني اسرائيل مصر كلها بكاملها. واقسم بالله العظيم، واقسم بالله العظيم، واقسم بكتاب الله ان ده اللي انتوا هتشوفوه وسجلوه واحفظوه واكتبوه ورايا وابقوا افتكروه بعد 2 سنين. كلام واضح.